على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك.
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك من رب السماء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الألقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام
كرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء الله على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول رسول الله الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا قدمنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أكداره القصص صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله تعلقت عليه إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله وما عليه أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع
تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة تلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمعنى عن الله ما أمره بتبليل خلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله فما أعظمها بمنة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تسرسلها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وابرز عليه فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلى الله عليه يسيره
صل عليه به فينبسط في قلب المرسل تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقرب صلى الله عليه وسلم بمده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه قد قضت الأقدار الأزلية بما قضت واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشارا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف من يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأمثلة في ب10 أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين إلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخل في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه حاجة في النفس يا رب فقضها وأرح سري وقلبي من لظى
وأشواقي وأرح سري وقلبي من لظاها والشواذي مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بمن يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن شكرنا لذلك في كل زمان شكرنا لذلك في كل زمان مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بمن يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن شكرنا لذلك في كل زمان شكرنا لذلك في كل زمان مولانا غفرت كل خطيئات وكذا ذنوبي إلا مشركات مولانا غفرت كل خطيئات وكذا ذنوبي إلا مشركات مثلها مشرك بك سيئات فاغفر الذنوب لا عين رأت فاغفر الذنوب لا عين مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا
صلاتي مع تسليمي على النبي الهادي نور حياتي مولانا صلاتي مع تسليمي على النبي الهادي نور حياتي صل وسلموا فيا إخواني الذي الشفاعة ما العمر باقي الذي الشفاعة ما العمر باقي مولانا أعطيت نعمة الإيمان علينا بمن يرسل الإنسان أن يبلغ آيات من الرحمن شكرنا لذلك في كل زمان شكرنا لذلك في كل زمان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم
ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي أمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رسخ الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن القلم أن يخط ما هركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله وقد عليه أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء
خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله وقد عليه. ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله وقد تدل عليه. آيات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله فاستودعت عليه. هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه حتى السلام. وصل يد العلم القديم إلى من خص بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله عليه. المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمت أشعارها بمعونة الله محافظة على هذه الدرة وصونها. فحملت بالعالية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقد وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده السميع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين نتائج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود فانفلق سبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صلوا عليه. حضرك رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام
حبيب السلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيعوا بجمالي فقف في الحسن عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بساد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبى سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليه 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 يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل لما قصاد يا الله آمين يا الله يا الله يا رب آمين عليك يا الله يا رسول الله سلام عليك يا حبيب
سعاد ونور رشاد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد آمين يا الله يا الله عليك يا الله يا الله يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك وصلاة صل على محمد أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين يا عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واكرم الارواح منا بلقاء خير الانام مرحبا بلقاء خير الانام مرحبا 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 بالحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد
Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul qala li Malik rahimahullah ya Muhammad ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wa qala Abdurrahman bil Qasim khadamtu Imam Malikan radhiyallahu anhu 20 sanah fakana minha sanatani fil ilmi wa 18 sanatan fi ta'allumil adab faya laitani ja'altul muddah kullaha adaban. Al-Imam Syafi'i, Imam Malik berkata kepadaku, kata Imam Syafi'i, Imam Malik berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Jadikan ilmumu seperti garam, wa adabaka daqiqan, dan adabmu seperti tepung. Jadi kalau sampean bikin roti itu yang banyak tepungnya, sedikit garamnya. Lah akean gareme daripada tepunge, gak dadi roti sampean, darah tinggi sing iya. Nah ini, jadikan ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Ilmu adab lebih banyak daripada ilmu. Tapi yang dimaksud garam ini bukan ilmu sedikit, bukan. Carilah ilmu seluas-luasnya. Tapi walaupun kamu punya ilmu, tapi kalau kamu tidak punya adab, maka percuma. Walaupun punya ilmu, tapi tidak punya adab, percuma. Abdurrahman bin Qasim, Al-Imam Abdurrahman bin Qasim beliau mengatakan, aku menjadi pembantunya Imam Malik selama 20 tahun. 2 tahun aku belajar ilmu dan 18 tahun aku belajar adab. Seandainya semua 20 tahun itu aku gunakan untuk belajar adab, saking pentingnya adab ya. Adab itu adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada syekh, adab kepada ulama, adab kepada siapapun. Adabnya makan, adabnya minum. Dan kita semua dianjurkan, diatur oleh Rasulullah SAW. Masuk musola, masuk masjid ada adabnya. Keluar masalah, keluar masjid ada adabnya. Sampai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada adabnya. Sampai makan, selesai makan ada adabnya. Sampai mau tidur, bangun tidur itu adabnya. Supaya kita beda dengan binatang. Supaya kau lebih sampean beda binatang. Ojo moro amit ning jeding moro jeding. Engko moro metu apa bedane karo sapi? Engko kadang-kadang amit nguyu-nguyu di pojok-pojok pade bi embik ya. Ana nggih, pade bi embik. Ada adabnya, ditutup apa ini semua dianjurkan, diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika terkumpul 3, idza jama'al muallim salasan tammatin ni'ma 'alal muta'allim. Jika terkumpul 3 ada di seorang guru, maka murid ini akan sempurna. Apa yang pertama? As-sabr. Guru itu harus sabar. Nah, ini susah ya. Mending santri ini pas rada bebel soro. Guru itu harus sabar. At-tawadhu, guru itu harus tawadhu. Yang ketiga, seorang guru itu harus husnul khuluq, mempunyai adab yang bagus. Kadang-kadang pengajian sukuni bingung. Ini nggih, kalau pertama pengajian rame, banyak sing noro. Aja wit-abit tambah software tambah maju, ate aduh tambah sukuni ri ya. Tak sabar. Tak sabar. Ada kejadian ndak ate kula. Aja software tambah maju. Akhirnya suwe-suwe musola tak kayak pabrik uri yo akhirnya masjid iki ya. Ndak ono sing ngaji ngene. Padahal kalau kita lihat orang-orang dulu muridnya ndak banyak. Habib Bakar Ghazi Arya maca Ihya Ulumuddin Habib Bakar nih kak santrinya 2 telok. Bi adente Habib Bakar nih kak. Lihat di pintu ada apa ndak? Ndak ada, ditutup. Ngaji 3 orang. Arya kutub pak. Apa boleh baabar ya untuk dibodoh orang sing ngiding lagi. Arya kutub dia. Habibullah Haddad itu muridnya 2.
Habib Abdul Wahid itu muridnya 2, tapi sabar kok bisa. Kadang kalau pas pengajian, aduh mek sak mini iki tak ruwado-ado ngene kono mek sak mini tok. Aja ater ya, cuma kadang-kadang ya Allah Rasulullah ya apa sih dilempari. Untung gue lemari pengajian diberi ngakan sih. Kanjeng Nabi sih dilempari, di Taif kanjeng Nabi dilempari. Kau lebih abari, untung saya beri ngakan. Ki untung sih. Cuma kadang ater ya terima, aja ater ya tak terima. Nah, ini kesabaran kurang, makanya guru itu membutuhkan sabar. Ya jadi bapak ya tak pada wali daya, mau sekelas Abu Bakar beda ya. Akan sempurna itu murid jika 3: akal, adab, dan gampang paham. Gampang seorang guru itu nerangkan. Kalau muridnya punya akal, punya adab, dan murid ini gampang paham. Jori ping 100 tak paham neser guru nah. Akan sempurna itu murid dan gampang itu menjadi guru kalau murid itu mempunyai 3, mempunyai akal dan mempunyai adab dan mempunyai husnul faham. Pemahaman yang bagus ya, pemahaman yang bagus. Diceritakan Imam Yazid Al-Bastami itu ketika dia mau ziarah kepada satu orang soleh, duduk ada di masjid tempatnya orang soleh itu, ternyata orang soleh itu ngidu ada di masjid itu. Akhirnya keluar Imam Yazid Al-Bastami, keluar dari masjid, dia mengatakan ini ulama tidak bisa diambil ilmunya karena tidak punya ada. Hati-hati sampean ojo di masjid rokokan. Beda masjid ya kok, area masjid ya bener gerdur ya. Ada hukum sudah dikeluarkan, siapa sing ngono masjid rokokan iso haram loh. Di masjid kadang ngajar bi rokokan beda masjid ya. Hati-hati. Adab itu lebih penting daripada ilmu ya. Imam Bukhari itu sebelum baca hadisnya Nabi, Imam Bukhari sebelum baca hadisnya Nabi itu sudah bersih, sudah mandi, sudah wudhu, sekiranya bersih, Imam Bukhari baru baca hadisnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Imam Bukhari, karena saya membaca hadisnya Rasulullah SAW. Al-Imam Ali As-Sajjad, Imam Ali As-Sajjad, Arya disebut As-Sajjad, ahli sujud. Setiap wudu Imam Ali itu gemeter wajahnya. Setiap wudu Imam Ali itu gemeter. Kata Imam Asmu'i, ya Imam, opo kok sampai gemeter iki opo? Aku mau menghadap kepada siapa? Saking beradabnya kepada Allah. Aku mau menghadap kepada siapa? Aku mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, wa anta min ahlil bait, kamu dari keluarga Nabi, ono apa kok wudu sampai gemeter? Panjenengane kompoi Kanjeng Nabi, bersih sudah. Maka kata Imam Ali As-Sajjad, innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abdan habasyian wa khalaqan nar liman asahu walau kana quraisyan. Allah menciptakan surga liman ata'ahu, bagi orang yang bertaat kepadanya walaupun daripada golongan budak Habasyi, dan Allah menciptakan neraka bagi orang yang bermaksiat kepadanya walaupun daripada golongan Quraisy. Beradab kati wudhu gemeter. Ari kati abejeng sik guyonan sikan. Wis tuwek umur 70 sik guyonan pak tempakan kadang-kadang. Apa boleh pas tarawih. Ari beda jenazah tak adab sekali. Kul mare kiai. Mare aja kiai manuk sampeyan. Mari, ini namanya tidak beradab. Ayo sedikit kalau kita mau ngikuti orang dulu susah Pak. Wong biyen nemen adabe karo guru nih, wong biyen nemen adabe. Bodho kiai tonton. Hari bilen, mau semakin jak bodho kiai heng. Tore Bib heng. Hari kurang ajar ya heng. Ejek belayer-belayeran kiai sama kiai tore kiai heng. Mon bilen enjek toron bodho kiai toron, bodho ustaz toron, bodoh orang tua, mohon bilang bodoh orang tua tuh. Walaupun orang dulu tuh biasanya bodoh-bodoh, tak ngerti apa-apa. Cuma tentang adab istimewa orang dulu.
Sarungan tak bener orang berian, kupluke miring, hitung-hitungan tak bisa. Cuma tentang adab orang dulu Masya Allah beda semangken. Sarung kita Pak BHS tak diadab sekali. Ayo ya, kita sedikit demi sedikit mengikuti orang-orang dulu supaya kita mempunyai adab mengikuti Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani. Hada minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوذ ظافرة وعلى باب عزته ترحل فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وارشد إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل لك بشرف المقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرنا في من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك واكي من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وأم ببركاته وشرف جاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راد القوم من جميع الأقطار منشورا ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا
وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد شمس الدرار في مجلس المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك